انا ما غاديش نطول. انا طبعا نشكر السي مصطفى الراجي على توفير هاد الفرصه. وطبعا نرحب بالسيد رئيس مجلس عمل وجده عنقاد، والصديق وليد كبير. انا بغيت نتوجه لاخي وليد كبير، يعني باش ما نكررش تقريبا ما قالوا الاخوان، ونختصر. احنا الان في ضيافه في الحقيقه سي خضر حدوش، لان احنا في نطاق السلطه الترابيه ديالو اللي كتمتد الى حدود العمل، الى حدود جوج بغاد. هذا. وفي نفس الوقت عندنا ضيف اللي هو ينتمي لواحد القبيله اللي يعني العدد ديال الناس ديالها يقارب 3 ملايين، هي قبيله الحميان، اللي هي قريبه للحدود المغربيه، واللي تعاشرت عبر قرون وقرون مع المغرب، لدرجه انه فيها المغاربه بحال اللي كاين في شرق المغرب وغرب الجزائر الى اخره. الحضور ديالو هو الان يعني رمزي ويثري هذه المناسبه. وبغيت من خلاله نوجه واحد الرساله لاشقائنا الجزائريين. وحنا مجتمعين على بعد كيلومتر ونصف من الحدود المغربيه الجزائريه، وهذا الطريق لو تتكلم غادي يعني تنطق بواحد الدماء، يعني الدماء المشتركه اللي سالت في هذه الطريق هذه، دماء مغربيه جزائريه، واللي مازال هذه الطريق محتفظه بذاكره، بواحد الذاكره قويه. وفي نفس الوقت حنا على بعد 1 كيلومتر تقريبا من مقر الولايه الخامسه اللي كان فيها الهواري بومدين الى اخره. مقر الولايه الخامسه هذه كلها تعطي لهذا اللقاء ديالنا واحد الرمزيه خاصه، وبالخصوص بالنسبه للصحافه ديال وجده، لان الصحافه ديال وجده اكثر قربا من الهم ديالنا في الحدودي ديال المغرب وديال الجزائر. ولهذا انا يعني اطلب من شقيقنا وليد انه يحمل هذه الرساله ويستحضر هذه الرموز للاخوان ديالنا في الجزائر. وشكرا لكم جميعا.